أعزائي مشاهدين برنامج مشكلتك ليها حل. في بداية الحلقة أحب أهنئ الشعب المصري والجيش والشرطة بعيد تحرير سيناء، كما أحب أن أهنئ إخواننا الأقباط شركائنا في الوطن بعيد القيامة المجيد، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشعب المصري طيب وبخير، وبمناسبة شم النسيم ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن المشكلة دي مش لاقي لها حل لحد دلوقتي للأسف. مشكلة البلطجة والعنف في الشارع المصري. مشكلة البلطجة والعنف في الشارع المصري اللي كل يوم بتتكاثر، وللأسف بأشكال كتير وأشكال مختلفة. نشوف التقرير معانا ونرجع. السيد فاضل السيد الشباسي ضحية العنف والبلطجة. عايزين السيد دلوقتي هيقول لنا ايه اللي حصل لك يا سيد. احكي للناس ايه اللي حصل لك وكان ليه وايه اللي حصل بالظبط. كان في قضية من سنة كده مثلا، إرهاب جماعة جم بسكاكين وقعدوا يعوروا في ولاد عمي ومعرفش إيه، وولادي اتسرعوا، فأنا رحت اشتكيت. الشكوى ديت زي ما عملت بقى إيه؟ هجموا عليك. عملت بقى المشكلة، بدأت بقى المشكلة لما أنا اشتكيتهم. دلوقتي هم عشان عايزين نتنازل عشان يخففوا الحكم شوية. في واحد منهم هربان، هم 3، واحد منهم هربان، الهربان ده اللي ضربني. كان عايزنا نتصالح، فأنا قلت له ماشي ربنا يسهل. قام مطلع بقى ايه قطر وكده وقطرين في بعض كده وقعد يضرب فيا. ما بقتش دارين بنفسي، ويقول لي ايه خلي بقى حكومه بلدك تنفعك ويجيبوا لك حق. الكلام ده كان امتى يا سيد؟ امبارح بالليل. امبارح بالليل رحت عملت محضر؟ عملت محضر، ايوه. في الاخر ايه اللي تم في المحضر؟ المحضر هم المفروض ان هي شروع في قتل، بس ما حدش اتحرك لحد دلوقتي. البني ادم ده. انت تبع اسم ايه؟ اسم اول. اسم اول من رجبي صح؟ ايوه من الرجب. سيد عندك كام عيل؟ 5 اولاد. ايه المشكله اللي كانت ما بينك وما بينهم من الاصل؟ انا مش بتاع مشاكل، ده هم كانوا انا كنت بسلك، كانوا بيتخانقوا مع ولاد عمي وانا بسلك، فهم زي ما تقولي كده ان هم فكروا بقى ان انا ايه بتخانق معاهم، فعوروني اول مره ورفعت عليهم قضيه وكده. القضيه اتحكم عليهم بشهر. ازاي قضيه ارهاب اتحكم عليهم بشهر؟ ده بقى اللي انا عايز اعرفه، ازاي ده؟ يعني ايه هو الانسان بتقول كده؟ يعني ما احنا ممكن كلنا لو هتمشي بلطجه كل واحد يمشي بسكينه بقى وانت عامل كده، وتبقى البلد على بعضها. انت كنت ذكرت لي في الاول قبل التصوير ان المشكله اساسا كانت في الاصل ان كان في سارقين فسبه تقريبا. ايوه سرقوا موتوسيكل بتاع ابن عمي وبعد وعايزين ياخدوا عليه فلوس كمان. تمام. دي كان اصل المشكله من الاول خالص. أيوة. ان هم سارقين فسبه وجايين عايزين ياخدوا فلوس كمان. فانتوا رفضتوا. وقامت الفيديو طبعا جابت الحادث كله. ده كان امتى الحادثه دي كانت امتى؟ من حوالي سنه. من سنه ولحد دلوقتي وهم بيتشكلوا معاك. وابن عمي اتعجز بسبب اللي حصل دوت. واثنين بقى من الولاد دول 2 اتمسكوا، والثالث هربان بقاله كتير، ولا حد عايز يمسكه ولا كده يعني. تمام. طيب انت دلوقتي بتطالب بايه؟ الحق. وبتوجه مطالبتك لمين بالظبط؟ للعالم كله. انا عايز حقي لازم اخده. ما هو انا مش هسيب حق عيالي. مش كل واحد، احنا كل شويه هيحصل جريمه من دي. طول ما البلد ماشيه كده كل شويه هيحصل جريمه من دي، عندي وعندك وعند ده وعند ده وعند ده. طول ما الناس دي في الشوارع كده، الاشكال دي في الشوارع، هيحصل نفس اللي بيحصل ده. تمام. الجرح اللي عندك واخد فيه كام غرز؟ حاجه و60. اللي في راسك؟ اللي في راسي واللي في بطني واللي في ظهري. تمام. زي ما احنا شفنا كده، دي الاوضه اللي السيد عايش فيها. حد على قد حاله قوي، وبشهاده الناس في المنطقه قالوا ان هو مش بتاع مشاكل. دول ولاده، الست بتاعته، ودي والدته. بلطجة فوق الوصف، والعيال مش عارفين لا يروحوا دروسهم ولا مدارسهم. واقفين لنا كده بالسكاكين. سالم ده واقف لنا بالسكاكين وبيجري ورا الولد ابني في تانية اعدادي جاي من الدرس بتاعه، ويقول له خد يالا، وشتم وشتايم قبيحه، وخطف من ايد الولد التليفون، ويقول له هعمل فيك وفي امك كذا كذا كذا، كنتوا سيبوني اموت خالكم. خالكم ده اللي هو اخويا، عشان كانوا سارقين مكانته. واحد اتعجز، واحد خابطينه في دماغه، وكانوا بردك مقطعين رجله، ومعايا 5 اولاد وساكنينه على قد حالنا. نكلم مين يا جماعه؟ حد يشوف لنا حل. وهو في قلب السجن جوه عمال يتصل بيهم بالتليفونات،
واحنا في القصر واقفين يتصل بيهم ويقول لهم ايه ده لسه، ده انا هوريهم اللي هو اسمه ابراهيم دوت، ده انا هوريهم، ده انا هعرفهم ازاي يسيبوا بيوتهم ويجوا من هنا. وبعد ما شفنا وسمعنا مشكلة سيد، السؤال بيطرح نفسه: إلى متى سيظل قانون البلطجة هو سيد الموقف في الشارع المصري؟ أين السيد وزير الداخلية مما يحدث في الشارع؟ في كل يوم بيتعرض أحد المواطنين للعنف والبلطجة، وللأسف هؤلاء الخارجين عن القانون تحت نظر رجال الشرطة في الشارع، ولم يقبض عليهم ولم يأخذوا عقابهم، وللأسف طلقاء، وكل يوم يزداد إيذائهم للناس في الشارع. وفي آخر الحلقة أتوجه باسم الإنسانية أولا، وباسم البرنامج، وباسم أحد المتضررين في هذه الحوادث مما يحدث، باستغاثة إلى السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن الغربية والسادة رؤساء المباحث. بنقول لهم أغيثونا، أغيثونا من هؤلاء الخارجين عن القانون، وأن تضربوا بيد من حديد والتصدي لهذه الظاهرة التي لا تنتهي، فأنتم خير عون لهؤلاء المواطنين الذين يتعرضون كل يوم إلى مثل هذه الحوادث، فليس لهم من يأخذ لهم حقهم سوى الله ومعونة سيادتكم كي يشعرون بالأمن والأمان هم وأولادهم. ونحن في انتظار بيان عاجل من السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن الغربية لما يحدث في الغربية من حوادث عنف وبلطجة تحدث كل يوم، وبخاصة مدينة المحلة الكبرى. وشكرا لكم، وفي انتظارنا في حلقة جديدة إن شاء الله.